لو عايزين تعرفوا ازاي تعملوا عمرة كاملة من غير اي شركة سياحة، الفيديو ده ليكوا. هقول لكم فيه كل التفاصيل بتاع كل حاجة: الفيزا، الطيران، الإقامة، تاكلوا فين، أهم المزارات اللي تزوروها، وحتى إيه أهم وأرخص الأماكن اللي تجيبوا منها هدايا. سواء كنتوا طالعين لوحدكم أو مع شركة سياحة، الفيديو ده هينفعكم جدا لأنه هيكون جايد كامل لرحلة العمرة في مكة بكل تفاصيلها. ولو ما تعرفونيش، أنا ميار، بحب السفر والفنادق، ودي سلسلة اكتشاف السعودية. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تدعموني أكمل رحلتي. قررت أنا وأهلي نسافر عمرة، ودي كانت أول مرة أسافرها. وبما إني بحب السفر ما كنتش عايزة أطلع مع شركة سياحة تحدد لي أروح فين وأقعد فين وأجي منين، فاكتشفت كل التفاصيل بتاعة السفرية دي لوحدي. أول حاجة وأهم حاجة هتواجهكوا هي الفيزا. عشان تروحوا تعملوا عمرة لازم يكون معاكوا فيزا عمرة لو انتوا جايين من مصر، وكمان باركود. ودي للأسف الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش أبدا تعملوها لوحدكوا، لازم شركة سياحة. ولازم اقول لكم ان انا ما كنتش هعرف اعمل السفرية دي من غير شركة واحدة. دي الشركة اللي انا احتجت مساعدتهم في الفيزا، لانه انتوا ممكن تعملوا كل حاجة لوحدكم ما عدا ان انتوا تطلعوا الفيزا. الشركة دي اسمها انجاز. الشركة دي بصراحة عملت لي كل البروسيس، كان اسعارها حلوة جدا. هحط لكم رقمهم في صندوق الوصف. حرفيا بعتولي الفيزا في يومين، والباركود اتبعت قبل السفرية ب6 أيام، لأن لازم تكونوا عارفين ان الباركود بيكون صلاحيته بس 6 أيام. وده مش إعلان خالص، أنا دفعت لهم عادي جدا زي أي حد، بس حبيت أشارك معاكم تجربة، لأن للأسف في ناس كتير بتضرب الفيز وبتدي أسعار مبالغ فيها جدا، فالشركة دي كانت أحسن أوبشن لقيته. تاني حاجة هي الطيران. أحسن طيران لقيته كان مصر للطيران وطيران السعودي. هتفتحوا موقع سكاي سكانر أو فلاي إن وتدوروا على أحسن سعر طيارة في الوقت اللي انتم مسافرين فيه. ولو لقيتوا طيارة مصر للطيران ادفعوا دايركت بالمصري عن طريق الموقع بتاع مصر للطيران. اما لو لقيتوها على طيران السعودي او اي طيران تاني، فانصحكم تدفعوا من فلاي ان علشان تعرفوا تدفعوا الطيارة بالجنيه المصري. تالت حاجة هي الإقامة. طبعا انصحكم جدا لو معاكوا البادجت ان انتوا تقعدوا في مكان قريب من الحرم، لان لما بتقعدوا في مكان بعيد عن الحرم بتضطروا ان انتوا تاخدوا الاتوبيس بتاع الفندق، وده ساعات بينزلكوا في محطات بعيدة شوية عن البوابات اللي بتخشوا منها للحرم. بس لو انتوا قررتوا ان انتوا تقعدوا في فندق بعيد عن الحرم ومعكوش البادجت الكبيره طبعا بتاعه الفنادق التانية، فعادي ممكن تاخدوا الاتوبيسات بتاعه الفنادق، لان كل الفنادق هناك بتوفر اتوبيس بيوديكوا للحرم على مدار ال 24 ساعه. الاتوبيس ده بينزلكوا في محطه اسمها اجياد، وبعد ما بتنزلوا من المحطه دي بتمشوا حوالي 10 دقايق او ربع ساعه علشان توصلوا للبوابه بتاعه الحرم. هحط لكم في صندوق الوصف شويه فنادق انا بقترحها عليكم تقدروا تقعدوا فيها هناك، وتقدروا تحجزوا الفنادق من على المواقع الرسميه بتاعتها او من على موقع اجودا، لانه ده لقيت فيه احسن اسعار في السعوديه. طيب خلاص، حجزنا وسافرنا. دي بقى المعلومات اللي لازم تعرفوها وانتوا هناك. البوابات دي هي اللي بتدخلكوا دايركت على الحرم، ومن احسن البوابات اللي تخشوا منها هي بوابه 79، لان هي بتكون افضل بوابه. لو خلصتوا عمرتكم في حاجه لازم تاخدوا بالكم منها كويس قوي لو انتوا رجاله، انه ما ينفعش تخشوا الحرم غير وانتوا لابسين لبس الاحرام. السيدات ممكن يخشوا بالعبايات عادي، بس ما ينفعش الرجاله يدخلوا غير بلبس الاحرام. احسن مواعيد تعملوا فيها العمره هي قبل او بعد الصلاه، يعني من الساعه 7 الصبح للساعه 10 قبل صلاه الظهر، ومن الساعه 10 بالليل لحد قبل صلاه الفجر، لان مواعيد الصلوات ناس كتيره جدا بتخش عشان تصلي في الحرم، فبالتالي الحرم بيكون زحمه جدا. ده غير ان انتوا ممكن توقفوا عمرتكم عشان تصلوا في النص، لان هما وقت الصلاه بيوقفوا الطواف. نيجي بقى للحاجات اللي هتعملوها بعد العمره. هتلاقوا في اماكن كتيره جدا للاكل جنب الحرم، وبصراحه الاسعار كانت كويسه قوي، ما كانتش غاليه خالص. احسن مكان للفطار بالنسبه لي كان موجود في برج الساعه، سوبر ماركت اسمه ابراج. ده هتلاقوه في الدور الرابع، وبصراحه السوبر ماركت ده كان فيه كل حاجه ممكن تتخيلوا، سواء عايزين تجيبوا اكل وتحطوه عندكم وتفطروا بيه الصبح، او عايزينهم يعملوا لكم اكل فريش، فهتلاقوا عندهم سندوتشات وعصاير وحاجات كتيره جدا 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 اسعارها كويسه قوي. كانت بتبتدي من اول 5 ريال لحد 15 ريال للساندوتش، او على حسب الحاجه اللي انتوا هتاخدوها. وباكتبوا لي في الكومنتس لو عايزيني اخدكم تور جوه السوبر ماركت واوريكم الاسعار بتاعه الحاجات هناك. يا جماعه اي حد هيجي سوبر ماركت ابراج، اسلام اخونا مصري هيظبطه مود. شكرا يا اسلام قوي، الله يخليك، باي. بقول لكم على مكان لقيته بيعمل فطار تحفه وبيطلع على الحرم على طول.
هتلاقوه موجود في ظهر فندق دار التوحيد عند بالظبط الساين بتاعت I love مكة، واسمه لحظة كيف. المكان لذيذ جدا وبيعمل أكلات مصرية وتركية. هو غالي شوية بصراحة، احنا جبنا صينية فطار كبيرة وبيت تركي وشاي كرك ودفعنا حوالي 170 ريال. أما بالنسبة للغدا فهتلاقوا اوبشنز كتير قوي، بالذات في برج الساعة. أول ما تدخلوا برج الساعة هتطلعوا الدور الثالث وهتلاقوا هناك فود كورت كبير جدا. طبعا ما ينفعش تروحوا هناك من غير ما تفوتوا ان انتوا تاكلوا في البيك. اسعار الاكل هناك عنده بتبتدي من اول 10 ريال لحد 20 و30 ريال على حسب الوجبه اللي انتوا هتاكلوها. في كمان مطعم هناك معروف قوي اسمه رومانسيه، بيعمل فراخ مشويه ورز على البخار واكلات سعوديه كتير، بس اسعاره اغلى شويه من البيك، وده هتلاقوه موجود في جبل عمر. وانتوا هناك ما ينفعش تفوتوا تجربوا محلات القهوه او حتى الكرك. واحلى مكان هناك كان بيعمل قهوه هو ريشيو، هتلاقوه عنده قعده لذيذه قوي كمان. لو انتوا قاعدين كذا يوم في مكة انصحكم جدا تشوفوا المزارات اللي موجودة هناك، واهمهم في حي حراء الثقافي. عشان توصلوا له هتاخدوا اوبر من الحرم ب20 ريال. احنا دلوقتي في جبل النور. جوه جبل النور موجود حاجتين. اول حاجه حي حراء الثقافي، ده اللي موجود فيه متحفين، متحف القرآن ومتحف الوحي، دول هوريهم لكم كمان شويه. الحاجه التانية والاهم طبعا انه موجود فيه غار حراء، وغار حراء ده هو اللي نزل فيه الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبجد المكان شكله تحفه، بس هو معروف جدا انه الجبل ده صعب جدا تطلعوه وبياخد وقت كبير جدا، فنحاول نطلع شويه واوريكم، بس طبعا لازم تبقوا عاملين حسابكم وانتوا جايين ان هو مسافه كبيره. الجبال هنا شكلها مختلف قوي عن مصر. الغار على ارتفاع 634 متر وصغير جدا، ما يقدرش يدخلوا اكتر من 4 اشخاص. وعشان تطلعوا الجبل او توصلوا للغار هتحتاجوا حوالي 1.5 ساعة من المشي علشان توصلوا لأعلى قمة الجبل. بس طبعا لو مش هتقدروا تعملوا ده فتقدروا تشوفوا مجسم لغار حراء في متحف الوحي، وده واحد من اهم المزارات اللي انصحكم جدا ان انتوا تدخلوها، اللي موجود فيه حاجات كتيرة جدا لذيذة زي العروض بتاعة قصص الانبياء. وكمان هتلاقوا في حاجة ابهرتني جدا، وهو المصحف المتخيط بالايد، مصحف قعدت فيه الست اللي عملته 30 سنة بتخيطه بإيديها. وجنب المتحف ده هتلاقوا متحف القرآن، وده كان فيه حاجات بهرتني جدا جدا زي أكبر مصحف في العالم اللي دخل موسوعة جينيس، وكمان أكبر مكتبة فيها كتب لتفسير القرآن الكريم. مش بس كده، هتلاقوا هناك حاجات تانية كتيرة جدا جوه المتحف ده ليها علاقة بالقرآن الكريم. أنزل القرآن الكريم هداية للناس أجمعين على اختلاف أجناسهم ولغاتهم. وسعر التذكرة 25 ريال لو هتخشوا متحف واحد، ولو هتخشوا متحفين بتبقى أقل شوية، ولو انتوا مجموعة ب20 ريال للشخص. وهناك كمان هتلاقوا محلات للهدايا كتير قوي فيها حاجات لذيذة جدا جدا، والحي نفسه مليان كافيهات ومطاعم، هتنبسطوا قوي وانتوا موجودين هناك. وآخر حاجة هقولها لكم في الفيديو ده هو منين تشتروا هدايا. بصراحة أنا رحت أماكن كتيرة جدا شفتها على السوشيال ميديا وقالوا لي إن هي رخيصة، زي مثلا شارع إبراهيم الخليل. بس بصراحة يا جماعة أرخص حاجة أو أرخص أماكن تشتروا منها هدايا هي من عند الناس اللي موجودين على الأرض. أيا كان هتلاقوا الناس دي موجودة فين، جنب الفندق بتاعكم في أي شارع، الناس دي فعلا بتبيع أرخص سعر للهدايا. هتلاقوا عندهم السجاد ب10 ريال والست سبح ب10 ريال. الأسعار دي لو عملتوا إيه مش هتلاقوها في أي محل أو أي مول موجود في مكة. اما لو انتوا رايحين المدينه فانصحكم جدا ان انتوا ما تجيبوش اي حاجه من مكه وتجيبوا من المدينه، لان هناك في محلات بتبيع كل حاجه بريال وكل حاجه ب5 ريال. وده اللي هقول لكم عليه في الفيديو اللي جاي بتاع تفاصيل رحله المدينه وازاي تروحوا من مكه للمدينه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واهم حاجه ما تنسوش تدعوا لبابايا علشان هو اللي طلعنا الرحله الجميله دي.